بما ان حضرتك بتقول بنستفيد من خبرات الاخرين، من احمس الشاب اللي حرر مصر ايام الهكسوس للرئيس السادات اللي حرر سينا في 6 اكتوبر، هل ممكن نقول ان الفكر القائد دايما هو اللي بيكون قبل قوة السلاح، وان الوعي وان القيادة الواعية هي اللي بتحول نقطة الضعف لنقطة مجد؟ ده حقيقي. القيادة السليمة، القيادة المستنيرة هي اللي بتقدر ان هي تحتوي الشعب، تحتوي الهزيمة وتحولها من هزيمة لنصر. التفاف الشعب حوالين القيادة ده برضو امر مهم جدا. احمس عنده نص مهم جدا بيتكلم فيه تكريما لأمه، بيقول: هي المرأة التي وحدت الشعب، هي التي أعادت الهاربين، هي التي أعادت الأرض. معناه ان هو شايف دور أمه القوي في احتواء الشعب، في ان الشعب يلتف حوالين القيادة. ده أمر مهم جدا في إعادة بناء الثقة ما بين الشعب والقيادة، إعادة بناء الجيش، إعادة بناء المجتمع ككل. وبالتالي ده اللي ساعد على ان الدولة تبقى كتلة واحدة تتحرك، منظومة واحدة، جيش وشعب وأمة متكاملة تقدر ان هي تحول هزيمتها أي لنصر. هزيمة لنصر. هو نفس اللي حصل في 73. الثقة رجعت للشعب المصري، الثقة رجعت للجيش المصري، بقى في تناغم ما بين الشعب والجيش. وبالتالي ده اللي خلى الكيان ككل كمصر ان هي تقدر ان هي تقف في بعد الهزيمة ككتلة واحدة ضد العدو اللي كان مصور للمصريين نفسهم وللعالم ان هو الجيش الذي لا يقهر. كان البروباغندا الإسرائيلية واصلة لدرجة كبيرة جدا بتأثر حتى في بعض الناس ان هم لا يقهروا، ولكن المصريين ما استسلموش، ما سمعوش الكلام ده، صدقوا في نفسهم وصدقوا في قيادتهم، وانه بالتنظيم السليم قدرنا ان احنا ننتصر في 73.